السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأمانة وبصراحة وبكل حيادية، أول فوز أراه للهلال مستحقا، سبحان الله العظيم. أول فوز أراه للهلال مستحقا. ليش؟ لأن النصر ضيعوا من يدهم 3 فرص للفوز. أولا أثناء اللعب أضاعوا فرص سهلة كثيرة. ثانيا ضربات الجزاء التي أضاعها الهلال، الفرصة الأولى، الفرصة الثانية، يعني ضيع أول شيء لاعب الهلال. أول شيء خلاص المفروض يعني يركز اللاعب الثاني يجيب هدف، ضيعه. الفرصة الثانية في الأخير كمان أضاع لاعب الهلال، أضاع لاعب النصر. هذه فلذلك الفوز مستحق. مبروك مبروك لنادي الهلال، هذا الفوز بالبطولة مستحق. لماذا أيضا؟ لأن لأول مرة يأتي حكم يعني عارف في قوانين اللعبة أن ما عملوا علي البليهي يستحق الطرد. لأن الحكام اللي يجوا دائما كانوا مساكين، ما عندهم علم صراحة بالقوانين، بقوانين كرة القدم الحقيقية، بالكروت والإنذارات بالنسبة لأي فريق أزرق. لأنه في الآن القوانين، قوانين الحكام أو قوانين كرة القدم كانت قديما الفريق الأزرق ما يحصلش على كرت أحمر لاعيبته. وسبحان الله هذا يعني قرأ التحديث إنه تشكر إنه يعني لاعب اللي لابس أزرق ممكن تعطيه كرت أحمر طبيعي زي بقية الفرق. فالحمد لله إنه هذا انتبه لهذا القانون وتم التعامل معه بحرفية شديدة. وأنا قلت من زمان إن كان هناك حكم عادل وحكم فعلا يحكم بحيادية، لا يحابي ولا مرتشي ولا شيء، هذا علي البليهي. أقل شيء في البطولة، في بطولة الدوري الواحدة، أعتقد أنا بأقل حاجة ممكن ينطرد 5 6 7 مرات بالراحة، لأنه لاعب. شوفوا، في فرق بين كرة القدم وفي فرق بين الرياضة. الرياضة أخلاق. أنت ممكن تكون لاعب كرة قدم لكن ما تكون رياضي، تمام؟ فهو كلاعب كمدافع هو لاعب كرة قدم، لاعب، لكن كرياضي ليس رياضي أبدا. منعدم الأخلاق، منعدم، مش قليل الأخلاق. هذا الرجل منعدم الأخلاق. وبعدين يتعامل دائما، يمكن أنا أتصور أنه يبطل يحصل على كروت حمراء إذا أكل أكثر من كرت أحمر وعرف أنه والله ممكن ينطرد خلاص ممكن يرجع يتأدب. لكن دائما يتعامل وهو واثق تمام الثقة و100% أنه لن يطرد من المباراة. هذه أكبر مصيبة تخص علي البليهي. شوفوا لما أقول علي البليهي حتى الكلاب. السلام عليكم ورحمة الله.